التجربة بتقول إن ورا أي نجاح غير عادي مجهود غير عادي. مفيش شورت كات لنجاح ومفيش حاجة بتحصل في يوم وليلة. لما ضيفنا حقق نجاح عالمي مع فيلمه الأولاني ناس كتير كانت فاكرة إنها ضربة حظ، لكن في الحقيقة ورا النجاح ده كان فيه سنين من التحديات والمشاكل والصعوبات. مبسوطة جدا إنه يكون معنا المخرج العالمي أبو بكر شوقي. أبو بكر، إمتى حسيت من جواك إنك عايز تكون مخرج؟ هل كان في نداهة بتناديك اتجاه الإخراج السينمائي، ولا زي ما ستيفن سبيلبرج بيقول أحيانا النداهة بيبقى صوتها واطي ولازم تبذل مجهود عشان تسمعها؟ من وانا صغير انا كنت عاوز ابقى مخرج يعني. اعتقد من وانا مثلا عندي 13 سنه وانا بكتب قصص، وما كنتش فاهم قوي ازاي الواحد ممكن يحولها لافلام. بعد المدرسه على طول قررت ان عاوز اروح فيلم سكول واتدرب واشوف ازاي الواحد يخرج افلام. انت دخلت معهد السينما وفي نفس الوقت دخلت سياسه واقتصاد في الجامعه الامريكيه. انت كنت عايز تمسك العصايه من النص، ولا انت متخيل برضو انه المخرج لازم يبقى عنده ثقافه عامه بعيده عن ثقافته السينمائيه؟ يعني كان الاختيار مبني على ايه؟ انا حاسس ان كمخرج ما ينفعش الواحد يدرس اخراج فقط، ولازم يتعلم حاجات تانية. اي حاجه الواحد بيعملها في حياته ممكن تساعده في الاخراج، لان انا مثلا وانا صغير كنت بعزف بيانو. بالنسبه لي ده ساعدني جدا بعدين في الافلام بعملها. ريزم، ميوزك، باك جراوند، الحاجات دي كلها بتساعد جدا بعدين. طب لما المخرج زي برضو اي بطل قصه او روايه قبل ما يواجه العالم الخارجي وياخد قرار ان هو هيبقى مخرج، بيواجه الوحوش اللي جواه. ايه الوحوش اللي انت كمخرج لسه بتبتدي كنت لازم تواجهها؟ اكبر ديمونز بتبقى داخليه موست اوف ذا تايم. انتوني هوبكنز يعني قريب قال حاجه غريبه شويه بعد ما عمل فيلم تو بوبس، قال ان هو the best way to live life is in doubt. يعني دي احسن طريقه الواحد يعيش بيها حياته. انا مش عارف لو الموضوع ده صحي قوي للبني ادمين، بس هو الشك ده بيبقى مهم. لان لو واحد شايف ان هو كل الحاجات اللي هو بيعملها ممتازه وهو مخرج قد الدنيا وكل حاجه كويسه، دي اكشلي مشكله، لان دي بتخليه قاعد خلاص بقى مش هيشتغل، مش هيتعب. فبالنسبه لي كنت دايما شاكك، وكان في حاجات مشيت وفي حاجات ما مشيتش، وفي حاجات كنت بجربها. كنت عاوز اجرب اعمل كوميدي، الموضوع ما مشيش قوي. كنت عاوز اعمل حاجات في الدراما كده، ما مشيتش معايا قوي. فبتعلم الحاجات دي، وكنت اعتقد الشك هو كان اهم حاجه، هي اللي الدرايفنج فورس وراها. وبتعرف يعني وطي صوت الشك اللي جواك ده ازاي عشان تقدر برضو تعمل حاجه؟ والله هو مش بيوطى. المشكله ان هو بيفضل لحد دلوقتي. يعني لحد دلوقتي انا بكتب كل يوم بشكل منتظم. دايما ممكن اقعد اسبوعين اكتب وابقى مبسوط جدا بالكتابه اللي انا بكتبها، وبعدين في الاخر ابص على الموضوع والاقيه زباله. يعني الاقيه مش حلو خالص وبرميه. الشك ده يعني سلاح ذو حدين. هو ممكن بيساعد جدا، لان هو بيخلي الواحد دايما بيطور من نفسه، وفي نفس الوقت هو لو الشك ده if it takes over يعني you have to learn how to control it. ما تخليش الشك ده هو اللي هيسيطر على حياتك، بس تبقى شاكك كفايه ان هو تفضل دايما تحاول تعمل حاجه احسن. كنت بتعلم